إن تلك الممارسات الداعشية لا يسأل عنها الإسلام ولا يحمل وزرها ذلك الدين، وهي لا تعبر إلا عن فكر مشوش وعن اتجاهات ضالة، وتنطوي صدور أصحابها على مغالطات وعلى أحقاد وعلى أمراض متأصلة في تلك النفوس الجاهلة الباغية. إن تلك العدوانات السافرة على عباد الله البراء التي نفاجأ بها آناء الليل وأطراف النهار لا تحسب على الإسلام من قريب أو بعيد، وأية محاولة على مستوى العالم لإلصاق تلك التصرفات الحمقاء بالفكر الإسلامي هي أحكام باطلة مبنية على أحقاد على هذا الإسلام.